قمر الطائي ضد لانا محمد بعنوان البقاء للأقوى. نارين بيوتي طائر الكروان المغرد في سرب الغربان. أبو الروب يبدأ حفلة توزيع المعجنات العابرة للدول والقارات. أعزائي سيداتي سادتي، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في فيديو درامات ونهفات وترندات الأسبوع. نارين بيوتي تتحول إلى طائر الكروان المغرد في سرب الغربان الناعقة. تمشي على دروبك حفا لصة وما فيها إنه جوزها حبيبة ونور عيونها يلي كل ما دق الكوز بالجرة بتذكرنا فيه. أنا ببيت جوزي قال قبل ما أجي لهون قال لي بترفعي راسك. Welcome to يوميات امرأة متزوجة. قال لها إنه صوتها أحلى من صوت شمس الأغنية العربية نجوى كرم. في صوتك بيشبه نجوى كرم. وهي قالت له مو لهالدرجة يعني، وحركات رومانس ومتزوجين قال يعني مو لهالدرجة، بس شكله رامي ما سمع هالغنية بصوت نارينا. ولادها كثيرة ولا هي يمكن. ايه ولك ايه عالطرب الاصيل والاحساس المرهف يا نارو. المهم بسمة ما قدرت تضل ساكتة وسلخت نارين فيديو قياما وقعودا. بتذاكرهم وردوا عليها صوتك نشاز. وأخيراً قرر صانع المحتوى والمؤثر الأردني أحمد أبو الرب الوفاء بوعده وتوزيع فطاير ومعجنات على المتابعين بعد وصوله ل10 مليون مشترك على يوتيوب. أبو الرب قال إنه رح يختار من 5 إلى 10 دول عربية لحتى يزورها ويعزم المتابعين فيها على أحلى معجنات. فحنختار من 5 ل10 بلدان نعزمهم على معجنات. وآلية اختيار الدول غالباً رح تكون حسب عدد المتابعين بكل دولة، وكمان راصد من 100,000 ل 500,000 قطعة معجنات بكل بلد. عندي حسبة عامة لقديش معجنات حنحتاج. ايه الله يزيد ويبارك يا أحمد، ويا ويلك ويا سواد ليلك إذا ما بتعزم فريق بوسطة على معجنات لما تيجي على سوريا. قمر الطائي ضد لانا محمد بعنوان البقاء للأقوى. القصة وما فيها أنه القائمين على حفل توزيع جوائز ديجيتال كرييتر أووردز أعلنوا عن القائمة النهائية للمرشحين عن كل فئة، ويا حذركن مين الاثنين يلي إجوا بنفس الفئة؟ مين؟ صح، قمر ولانا يلي نحن بنعرف وانتو بتعرفوا أنه في عي ومشاكل بيناتهم. البنات مع بعض بفئة اللايف ستايل ومعهم بنفس المجموعة أنس الشايب وسارة الورع. خبرنا عزيزي المشاهد لمين رح بتصوت وليش؟